والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. فيديو جديد بقى من محبتنا في اكلتنا، وتعالوا بينا بقى نشوف يومنا النهاردة هيبتدي بايه. انا اختصرت لكم الفيديو كده في البداية، يعني اديتكم بعض اللقطات منه عشان لما تخشي على الفيديو تبقي عارفة انتي هتعملي ايه. هو ده يومنا. بنبتدي زي ما انتم شايفين كده، بنفتح شبابيكنا وبلكوناتنا، وبعد كده بقى لو عندي روتين في الشقة بعمله. بس بصراحة اللي كان عامل الروتين ده اياد ابني، هو ده كان اخر يوم في امتحاناته، فقال لي ماما انا بقى هقوم بترتيب المكاتب وهروق الأوضة. يا ابني بلاش، قال لي لا ماما انا هريحك النهاردة، عشان انا بصراحة كنت بغسل بقى وبعمل غدا وكده. ف قال لي انا هصور الروتين وهعمله انا، انتي بقى مادام هتعملي لنا اكله حلوه كده خالص. وبصراحه ختم اليوم معانا بقى بصينيه هتشوفوها في النهايه كده، يعني ما شاء الله اخر دلع. هتقولوا امال اريك فين؟ اريك دي بقى ما شاء الله يتولاها ربنا برحمته، يعني ثانويه عامه اولى ثانوي يعني، فكانت امتحانات ودروس، من الدروس ده من الدرس ده للدرس ده، بدات قبل اياد او بعد اياد بيوم، وخلصت بعد اياد باسبوع يعتبر. فالراجل يعني كان متعاون معايا الحمد لله، وقال لي لا انا هروق الاوضه بتاعتنا وهظبطها. انا حاطه السريرين دول جنب بعض عشان انا في الشتاء بنام مع ولادي، يعني انا زي ما انتم عارفين انا جوزي مش بيجي كل يوم، بيجي يوم واحد في الاسبوع. فبقول بقى الشتاء بتجمعنا كلنا مع بعض كده، فبيبقى قدامنا الكمبيوتر او التلفزيون، ونقعد على سرايرنا ونتغطى كده. وعايزه ان شاء الله هبقى اصور لكم قعدتنا بقى كده، بس لما بيبقى ابو اياد هنا فبنضطر بقى ايه نقعد في اوضه المعيشه يعني. هصور لكم مره كده ليله شتوي وهوريكم احنا سهرتنا لما بيبقى ابو اياد هنا بتبقى عامله ازاي. بس طبعا مش هجيب انتوا عارفين احنا ما بنظهرش، فهتشوفوا بس انتوا اجواء القعده والليله الشتوي، وازاي تدفي ولادك كده وتتلمي بقعده حلوه. فشار لب اي حاجه يعني. انا بيجي عليا وقت كده دماغي بتطق واروح قايله لهم انا عايزه اعمل راكيه نار يا جماعه، لا انا هولع النهارده وهشرب شاي على الفحم. فانا من النوع اللي بيحب ايام زمان قوي، بحب قوي ان الطوب الني، يعني اما بشوف الطوب الني كده بحس براحه نفسيه جميله جدا، بحس بدفى. بعكس ما يعني انا مش من الناس اللي بتنبهر بالبيوت اللي هي ايه اخر موديل والكلام ده، لا يعني اخر موضه والكلام ده لا، انا ما بحبش المواضيع دي. انا بحب ايام زمان، احب التراب، احب شكل الطين، فاهمين يعني؟ ما اعرفش يعني هو ده مرض نفسي مش عارفه، بس المهم ان احنا خلصنا الروتين بتاعنا بقى ودخلنا على وصفه الاكل بتاعنا، وفي اثناء الوصفه هقول لكم انا بحب ايه تاني، اللي ده لو اذا اهتميتوا يعني. النهارده كنت عامله لهم كباب حله، وكنت عامله كمان صينيه رقاق، بس بصراحه الرقاق ما تصورش، يا دوبك انا صورت النهايه بس كده، لان ما كنتش في نيتي ان انا هصور.
بس اما لقيت اياد بقى هيعمل الموضوع ده، فقلت خلاص انا صورت بس نهايه الفيديو، ولكن عملت معاكم كباب الحله وعملت الرز، ومش عارفه الملوخيه كانت موجوده ولا لا. بس طبعا انتوا عارفين احنا كل يوم بنصور اكل، انا مطلوب مني فيديو. طب انتوا عارفين ان هي قنوات الطبخ بيبقى مطلوب منها وصفات معينه لازم تعملها. فبما ان اوقات كتير بيبقى عندي فيديوهات اصلا موجوده عندي على الجهاز، فبضطر ان انا اقول ايه مثلا يوم مزنوقه فيه، يوم مش عامله فيه اكل كويس، يوم كده. مع ان انا والله ما بتفرقش معايا، يعني انا بصوركم ممكن فطار، ممكن الفطار ده يكفينا غدا، فما بتفرقش معايا. مش شرط ان انا ابقى عامله اكل دسم يعني او حاجه من كده، انا بصور اي اكل بعمله في بيتي. آه الفكره في ان لو في فكرة معينة في حياتي انتي مفتقداها ممكن تاخديه. انا باخد افكار من ناس معينة، في حاجات اكتسبتها في سن كبير يعني. فالمهم يعني انا هنقول كباب الحله. كباب الحله انا كان عندي مقدار كيلو من اللحمه، قطعته زي ما انتم شايفين كده مكعبات صغيره، وبعد كده حطيته يتشوح من غير اي حاجه، دوبك معلقه سمنه بسيطه او معلقه زيت، وبعد كده سبته لحد ما كب ميته خالص، وبقيت اسقسق له ميه، وحطيت كمان ورق لوري وحبهان وفلفل اسود حصى، ولو عندك قرفه جنزبيل قرفه عيدان حطي. بعد ما حسيت ان هي اتشوحت شويه كده، رحت ضايفه بصله وقرن فلفل، وهسيبها بقى لحد ما تشرب ميتها والبصل يستوي معايا وتستوي، يعني تمسكي اللحمه كده تحسيها مهروسه. انا ما زودتش ميه بزياده، وطبعا مش هحط ملح في الفتره دي. انا هحط ملح لما احس ان اللحمه استوت معايا. هنا بقى كانت خلاص المفروض ان هي داخله على سوا يعني. في الناحيه التانية بقى هبتدي اعمل الرز محمر، طبعا كلنا عارفين اللي بيتعمل ازاي وكده. ممكن تعملي معاه رز حبه وحبه لو انت حابه، رز حبه وحبه لو انت حابه. ما شاء الله بطلع اغنيه يا جماعه. المهم ايه، فكره بقى انك انت فاتحه قناه وبتعرضي اكلك وبتعرضي ده شغل. ده شغل يمكن او يمكن يكون شغل فيما بعد. يعني انا القناه، انا فتحت قناه قبل كده وربنا ما وفقنيش. القناه دي فيها فيديوهات الى حد ما بحاول ان انا يعني اوصل بيها لحد معين، مش لحد ناس يعني، لا لا، لطموح معين في حياتي. لو هي كبرت واشتغلت فده هيبقى يعني مصدر رزق حلو قوي ليا في بيتي، من غير ما اخرج، من غير ما اروح، من غير ما اجي. وانا فكره ان انا اظهر ده حاجه انا مستبعداها حاليا خالص نهائي يعني. وبالذات في ظل اليوتيوب واللي بيحصل فيه فالست تظهر وصفتها افضل من انها تظهر تطلع. انا بصراحة يعني في قنوات انا بشوفها بيحصل لي زي انهيار عصبي. فالمهم يعني زي ما انتم شايفين كده، كنا وصلنا بقى في الوصفة بتاعتنا لحد ما هي ما شاء الله اللحمة استوت. آه، نرجع بقى كده، احنا كنت حطيت لها الملح. الكتاكيت بتاعتي بقى انا صورتها لكم، خدت كده لقطة. وكتاكيت النهاردة عمرها 8 ايام. 8 ايام. هنا كان تاني يوم مثلا، صورت لكم تاني يوم، لا تاني يوم ايه، كان تالت يوم او رابع يوم، عشان انا ما بحطش العلافات دي غير مثلا بعد 3 ايام 4 ايام كده. فده كان حجم الكتاكيت. الكتكوت ده انا كنت جايبه كتكوت على 30 جنيه، كنت جايبه لهم شكاره علف بادي ب 650 جنيه. انا حاليا ما اعرفش سعر الكتكوت كام، وما اعرفش هنا بقى كان حوالي 8 ايام. فرفعت العلافات والسقايات زي ما انتم شايفين كده. يعني ده بيبقى خير في بيتك، حاولي على قد ما تقدري انك انت ما تمنعيش الخير ده. وهنا بقى كنت خلصت يومي المفروض بقى وخلاص هنام بقى، فبصيت لقيت اياد ما شاء الله عليه راح داخل علينا بالصينيه الجميله دي. فانا هنا بعلق بقول له ما دام في كوبايتين يعني في كوبايه مختلفه عن كوبايتين، فحط المختلفه في النص. فعمل لنا سهره بقى كده حلوه. بصراحه انا ما بحبش الليمون بس شربته عشان هو ما يزعلش، وربنا يعني يبارك له، كتر الف خيره، ساعدني النهارده. فما فيش فرق ما بين ولد وبنت، لما الولد بيبقى ربنا هديه وصالح حاله بيبقى الدنيا تمام. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية.